بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. قعدت أدور في الكتاب المقدس إيه الآيات اللي تعبر عن أخونا الحبيب الأرشي يوسف علشان أوصفه بيها في الكلمة معاكم النهاردة. فلقيت عدد من الآيات كبير جدا ينطبق على حياة هذا الأخ العظيم المبارك اللي احنا بنحتفل بوصوله للسماء النهاردة. طب ايه انهي افضل آية، ايه انسب آية؟ فلقيت ان الحبايب اللي سبقوا في الفردوس باصين على الأرض وقت خروجه من الأرض بسلام زي ما أبونا كان بيحكي لي، وكلهم بيرتلوا ويقولوا: من هذه الطالعة من البرية؟ مين اللي طالع ده؟ كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وكل أزرة التاجر. دي جملة بيقولوها اللي استقبلوا أخونا الحبيب. وأنا برضو قعدت أفكر هو مين اللي استقبله؟ يا ترى ماري مرقس؟ طب يا ترى الأنبا بشوي؟ طب يا ترى الأنبا إبراهام؟ طب يا ترى الأنبا باسيليوس؟ طب يا ترى الحبايب كلهم اللي هو خدمهم وخدم معاهم بقلب كبير؟ كل دول استقبلوه بالفرح أيها الأحباء في وصوله بالسلامة. وزي استعير كده قول كان بيقوله الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف المتنيح: وهنأوه بسلامة الوصول. يعني قالوا له الحمد لله على السلامة، انت ايه قضيت المشوار تمام الحمد لله. يعني كان دايما يقول كده: وهنأوه بسلامة الوصول. كل الحبايب اللي احنا قلناهم دول. طيب عايزين نوصف العروسة دي اللي طالعة، نفس العروسة الجميلة اللي طالعة اللي وصفها النشيد إصحاح 3 عدد 6 بأنها أعمدة من دخان ومعطرة. فنلاقي الرب كان بيتكلم مع بطرس على الوكلاء اللي هو ربنا بيدور عليهم زي أخونا الحبيب يوسف. من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده ليعطيهم طعامهم في حينه؟ طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. على فكرة إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، أن أبونا قال لي إن لآخر نفس قوة لحظة الباشمهندس يوسف كان بيخدم وبيوضب وماسك ورق الكنيسة وبيرتب لآخر اللي هي عندما يجي سيده يجده يفعل هكذا. أهو ده فعلا يعني انطبقت عليه نهاية جه السيد ووجده يفعل هكذا. ورق الكنيسة في ايديه وطلبات الكنيسة في ايديه، وعمل شباك لابونا مرقس واطمن عليه ووضب له الدنيا، وضب كل صغيرة كبيرة. ده ابونا بيقول لي عمل طلبات ومرتبات ومصاريف السنة اللي هي تصرف واحد واحد. ايه بتعملها ليه من بدري كده؟ ليه ب10 ايام؟ لا معلش سيبني انا عايز اخلص الحاجة. لا اللي هو يجده يجي سيده يجده يفعل هكذا. يعني امين لاخر نفس، لاخر. ناس كانوا بيقولوا لي، قعدوا يحكوا لي على اخر يوم، ابونا حكى لي على اخر وقت، بس مش اخر يوم ولا اخر وقت. يشهد الانبا باسيليوس مطران ويشهد سيدنا انبا ابراهام المطران، وانا اشهد في الفتره اللي يعني عده سنين، بضع سنين، كان نعم السند ونعم الداعم للخدمة، رجل يحمل المسؤوليات. وعايز أقول لكم حاجة، إنك في الكنيسة تلاقي راجل يشيل المسؤولية وبجد
وبقوة وبأمانة، هو ده هذا الإنسان العظيم. أنا فاكر كويس جدا أنا لما جيت البلد دي جديدة عليا، وأنا لا جيتها ولا أعرف فيها ولا أعرف ناسها ولا أعرف نظامها، وكان المهندس شريف بيبقى قاعد معانا، ياما قعدنا قعدات ويقول لي دي كده ودي كده ودي كده ودي كده، ده كده بأمانة كاملة وبشفافية كاملة وبوضوح كامل. هو وكيل أمين، أمين فعلا. الأسرة تشهد، الزوجة والأولاد والإخوات، والكنيسة تشهد، الخدمة تشهد، أبونا يشهد، كل الآباء اللي موجودين. بصوا، أمين مش في حاجة وحاجة، أمين في كل حاجة. تعرفوا فعلا هو يوسف الصديق اللي اؤتمن على كل مصر، كان أمين وأتمن. فرعون وقتها قال له طب شوف مين اللي أمين، هو في أمين زي يوسف؟ صدقوني قعدت أقراها دي قلت فعلا هو في أمين زي يوسف؟ صحيح فيش أمين زي. علشان كده أنبا إبراهام أسند إليه مسؤوليات كتير كتير لأنه أمين. وهكذا وهكذا تأتمنوا لما تجد في إنسان الأمانة والوضوح ده، ده نعمة كبيرة. ده أنا عم بقول يا بخت الكنيسة دي اللي اتمتعت، ويا بخت يمكن مش الكنيسة بس، الإمارات كلها كلها، يعني إيده في كل حتة، في كل إمارة وفي كل كنيسة، بصماته في كل مكان. يا بختهم بهذا الوكيل الأمين اللي فعلا أخلص في خدمته، إخلاص ما بعده إخلاص يا أخو. أمين وحكيم. بصوا بقى، حكيم، الكلمة تطلع من الباشمهندس يوسف موزونة. توزنها بإيه؟ مش كده طبعا، اللي قاعدين كله يعني عارفين وعاشوا ده. كلمة في وقتها، الكلمة صح، الكلمة مظبوطة، عمره ما يقول كلمة زيادة، كلمة أقل، حاجة كده تخرج كده. كان مشيرا. وعلى فكرة قلما تجد في الزمن ده مشيرين. المشيرين هم الحكماء. وعايز أقول لكم حاجة، الحكمة مش فهلوة ولا ذكاء ولا دراسة. الحكمة نعمة، الحكمة نعمة يعطيها الله للإنسان اللي يكون فيه صفتين: مصلي، متواضع. هو كان مربوط بالمذبح، مكانه هنا على طول، منين ما ادخل عيني على هنا على طول. مفيش قداس جيت، مفيش مرة، مفيش، وأكيد. والحمل كم تقبل من يده الله الذبيحة يا إخوة. شفت صورة انتوا بعتنها لي وهو ماسك قربانة كده، وأكيد علم بقى كمان الأجيال وأجيال وأجيال. وكم كان مصلي صح، مصلي صح. الإنسان المصلي صح ياخد الحكمة، بس الصلاة بس مش كفاية. عارفين الحكمة تغمر مين؟ المتواضع. وأظن بقى متواضع دي يا أبونا مرقص انتوا بكرة بعد الظهر كل أبونا وكل حد من الأراخنة كده يتكلم 10 دقايق يحكي. يعني مش عايزين بكرة وعظات، لا، عايزينها السهرة كلها مع الباشمهندس يوسف نحكي عنه. يعني كل اللي يطلع يحكي، وتبقى دي زي كده تحليم كده جميل. هو كان متضع جدا جدا، يعمل وما يظهرش. يا ابونا يزقه زق كده عشان يبان، او عشان يتفضل اطلع اعمل، مع انه ارشدياكون. ارشدياكون ده يعني الارشي، كلمة ارشي يعني اول او رئيس، يعني اول، يعني بنقول على استفانوس اول الشمس او اول الشهداء او راس الشهداء. فهو مع انه الاول، لكن سبحان الله. الانجيل النهارده قدسكم مين اللي حضر القداس النهارده؟ لما كانوا بيفكروا مين العظيم قال لهم لا يكون هذا فيكم. اللي عايز يبقى الاول يبقى ايه؟ اخر وخدام وخادم. صدقوني كان اخر وخدام. انطبق عليه الانجيل النهارده، انطبق عليه الانجيل. اللي عايز يبقى الاول
أنا مش عارف هو هيكلل بإيه ولا بإيه ولا بإيه ولا بإيه. نفسه الجميلة المتزينة بالتواضع، كان وديعا، كان هادئا، كان رزينا، كان مشيرا. لكن يا إخوة، الصلاة والاتضاع كانوا يميزوه جدا، فملأوا الله من الحكمة. واحد عايز يبقى حكيم مش جدعنة، صلي واتضع. هو أتقن هذا واستحق هذا جدا جدا جدا. بجد يا بختكم انتوا اللي تعاملتوا معاه كتير. انا على قد ما انا كنت باجي وان انا اتعامل معاه لما اجي، وده كان شيء بيشرفني. ولو ما شفتوش لازم اقول لابونا هو فين، هو فين. يعني ما ينفعش اجي وما اشوفوش، ما ينفعش. فالحقيقه يعني يا بخته في يوم عرسه ويوم عيده. انا مبسوط منكم انكم كل الكنيسه كده لابسه ابيض. ليه؟ بتشاوروا على نفسه، بتشاوروا على نفسه البيضاء وعلى نقاوة قلبه أيها الأحباء. يعني بحسدكم أنكم تعاملتوا عن قرب كلكم معاه، ولكن كنيستنا اللي تحت واللي فوق يعني دايما يعني أبهات للتعزية الفراق. التعزية اللي أحب أقولها للفراق، طبعا أكيد إحنا دموعنا دي ده شيء طبيعي. نفس بولس الرسول احترم الدموع وقال لا تحزنوا كالباقين. ما قالش لا تحزنوا يعني مش هينفع، ده فراق، احنا الناس عشنا، لكن كالذين لا رجاء لهم. فاحنا فراق، لكن عينينا على هو فين دلوقتي. يعني انا عايز اسألكوا سؤال، مين فيكم شاف العذراء وعاش معاها؟ مفيش، كانتش في زماننا. بتحبوها قد ايه؟ فالسمائيين والأرضيين، الحب اللي بيننا وبين السمائيين هو حاسين بينا معنا. العيلة بتاعتنا نصين، نص تحت ونص فوق، مش كده العيلة بتاعتنا؟ عشان كده تلاقي الكنيسة حاطة، احنا لما بنحط صورته معانا النهاردة بنحطه مع القديسين وهنتشفع بيه. نتشفع بيه، شفيع لينا وقريب وحاسس بينا ويشفع فعلا بينا. وحاسس بينا ويشفع فينا. فهو ده رجائنا أو عزائنا بالفراق أيها الأحباء. ماذا نقول عن فضائله أو عن تعبه في الإنشاءات أو عن المجهود اللي هو بذله؟ الكثير والكثير والكثير، يعوزنا الوقت ليه. كلمة وفاء لما أقولها لأبونا مرقس، فأنا الحقيقة يعني أحييه على وفائه لهذا الأب وهذا الأخ الكبير الشماس الباشمهندس يوسف. أبونا مرقس كان نعم الوفي ليه حتى آخر لحظة. ويعني مش هشكره، ولكن هو دي كنيستنا وهم دول أباء كنيستنا. وهو ما كانش وفي بالكلام، لا، ما تبقوش لحظة. وحتى نزل مجموعة منكم يخدموا في مصر في الفترة اللي فاتت. فابونا مرقس بعت لي قال لي ما بين اتنين، اسيب حبيبي هنا او ان انا انزل الخدمة. قلت له لا، كمل في خدمتك جنب الباشمهندس يوسف. وهو فعلا استمر وقعد وكمل خدمته لاخر وقت. مش هو بس، الحقيقة كل الخدام والاخوة الاحباء هنا أسرة، بسميكوا عيلة انتوا يا كنيسة ماري مرقس، عيلة واحدة كده، عيلة كنيسة ماري مرقس. والأنبا بشوي هو يعني أب وعضو كبير قوي. احنا خسرنا هذه الدعامة وهذه المشورة وهذا السند الكبير قوي يعني، ولكن كسبنا شفيع يشفع فينا أمام المسيح. وإن مات يتكلم بعد، ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. هو ما ماتش، هيفضل عمله وآراءه ووجوده وصورته في قلوبنا ووسطينا وفي ودنا باستمرار. ربنا ينيح نفسه ويدينا جميعا نعمة الاستعداد لكي ما نلقى المسيح عندما يأتي وينادينا ونقول أمين تعالى
أيها الرب يسوع، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.